السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وسهلا في قناتي وقناتكم قناة الرباب. اليوم جيتكم فيديو جديد ونهار جديد. هذا الفيديو اللي ندير الفقاص وفي نفس الوقت اللي ندير القريشلات. نعطيكم هون المقادير في نفس الوقت طريقة التحضير. عندي هون في هاد السلافة 8 البيضات على درجة المطبخ. عندي زلافة ديال السكر السنيدة اللي كتعبر 2 كيسان ديال السنيدة. زلافة كتعبر 2 كيسان. المهم درت في هاد الخلاط ولا الماكينة شويه الملح، درت عليهم هاد 8 البيضات اللي ندير عليهم زلافة ديال السكر السنيدة وزلافه ديال الزيت. هاني سبكت الزيت والزيت اللي في الزلافه ديال الزيت اللي نعبر السنيده. وعندي 2 ساشيات ديال زهره برتقال. ها هي هون وصيت منى خيمتي يجيب لي هاد زهره البرتقال، كتعطي في الحلويات واعرين. هاد زهره البرتقال كتكون واعرين. انا في الاول كنت بغي نديرها يامس، كنت موجده المقادير. هاني جبت سكر فاني، يا غير منين جاب لي مول الدار سنو زهره البرتقال، اخترت زهره البرتقال زوينه. المهم درت 2 كوتشارات مقبين ديال نافع وحبه حلاوه. نافع عندي الحقيقه قليله. المهم درت 2 كوتشات مطحونين، ولا ندير هون زلافه اللي نطحن هذا الشيء كامل في هذا الكاس ديال المونيكس مع هاد السوائل مع هذا الزرارع مطحونين. غنطحنهم مزيان في هاد الماكينه. مال ديك الزلافه اللي عندي فيها الجلجلان لا مصهد، راهي ديك الزلافه فيها الجلجلان مصهد، وداك الطبسيل فيه شويه من حبه حلاوه ونافع كيف قلت لكم. عندي لا شوي صهدتهم، لا شوي ما قرملتهم، لا صهدتهم باش يطلق ريحتهم مزيان، تعطي طعمتهم في هذا في الفقاص. نسيت ما قلت لكم، عندي كاس ديال الماء الزهر. هذاك الكاس ديال الماء الزهر راه ما رقدتش في اللوز. عندي اللي عندي كاس ديال اللوز. وهون ما ظهرت لكم اللوز، كنت ناسيته يعني نبغي نخلط حتى حاجه اللي اللوز. المهم كنشارك معكم الفيديو بحقيقته، راني نسيت اللوز. المهم درت كاس ديال الماء الزهر كيجي طعمته زوين. واللوز ما بغيش نرقدو. اخر ديري اللوز خضر عندك الترقيده. انا كنت كنديرو مرقد في الحليب مره في هذا في الماء الزهر، يا غير كيجيني اكتشفت عنه كيجي اخر من ديريه كاع خضر عن لا ديريه لا مرقد ولا مقلي. المهم كيجي تقطعه كيجي زوين. المهم درت هذيك الزلافه ديال الجلجلان، ودرت 3 الكوتشارات مقبين ديال هذوك الجلجلان باطل نافع وحبه حلاوه. ها هو الكاس ديال اللوز عادي، ما هو مرقد ما هو مقلي ماشي. المهم منين طحنت هذوك مزيان درتهم في هذا القصعه باش نجمعهم، خلطتهم مزيان. عندي هذاك التشوبينه ولا هذاك البانيو فيه دقيق الفرص مغربل، غربلته مزيان هي الاولى، ودريكا كنعاود له نغربلك بحال الكيكه. المهم يستحسن يعود مغربل كم مره. صافي هذا ما كان الطفيلات كان نغربل وكان نجمع هاد العجينه. كان نجمعها بالسباتولا لا نحيدها ولا نستخدم يدي باش نعرف القوام ديال العجينه ديال الفقاص. خاصها ما تعود داخلها الدقيق كباله ولا تعود ملي جاريه، خاصها تعود خفيفه شوي باش يجي الفقاص زوين ورطب، ما يجيش قاصح. ملي تطيبيه تعاودي كيف كتعرفوا الفقاص كيطيب 2 طيبات. صافي نحيدو من هون ولا ندخل الدقيق تدريجيا. عندي 2 ساشيات ديال الخميره الحلويات هما اللي ناهي ندير هاد 2 ساشيات. والفقاص منين نديرو دوك ندير بحال هكا عودان منين ناهي نلويه برمو اللي نطيبو على الفران يعود بارد. المهم هذا هو طريقه الفقاص، كيجي زوين ومقرمل. وهذا الفقاص كيجي هشيش، راه من مادلو طالبينهم لي ولادي هو قريشلات. وحتى واحد المتتبعه قالت لي شاركي معنا القريشلات
والفقاص هذا ديال البلدي هذا اللي كيكون بالزرارع، غير الوقت وبرد الدراع. الطفيله جاني اتصال، نسيت ما درت موظفينو في التليفون، موالفه ملي كندير المونطاج كندير الموظفين فما يصوني عليا حد. المهم هذا راني درتو دريك. كنجمع هاد الفقاص. منين نجمعو كيف قلت لكم يعود الفقاص ماشي قاصح، ما ندخلوش العجينه اللي تعود العجينه قاصحه، يعود شويه خفيف، العجينه تعود رطبه ملسه ورطبه صافي. هذا ما كان كيف قلت لكم. هذا الفقاص راه مش حال هادي طالبينه لي ولادي، وفي نفس الوقت حتى المتتبع جوج متتبعات تقريبا طلبوني هو قريشلات. كم من مره الحقيقه شريت الزرارع ونكيتهم باش نديرهم وما كتبهم مولانا عقب هذوك الزريرات كنديرهم في هذاك القرص صافي. المهم سبحان الله بعد خطرات كتجيك الرزاح على واحد المسله كتشوفيها بعينيك كتخرصي فيها وكتشكي عنك درتيها وانت كاع ما تحركتي لا في بلدك. هادشي بعد خطرات كيوقع لي كنشوف المسله كنقول صافي لا نديرها، وكان كيتهيأ لي يعني درتها وانا ما درتها لا في بلدي. هذا ما كان طهيلات. المهم اليوم اجتهد هاد النهارين اجتهدت معاهم قلت صافي لا نديرهم ان شاء الله باذن الله. في نفس الوقت ملي هاد القريشلات والفقاص كيكونوا هكا التدوازيات اللي بنادم يحطهم بحال هكا مع تاي ولا العشيه ولا يعطيهم التركه بحال هكا ماشيين للمدرسه. عند دوك السقاطه ديال الحانوت رغم عني راه السقاطه انا ما كنعطيها لتركتي قباله، ماشي ماني مداومت مع نديهم المدرسه ولا انا ماني من داك النوع اللي يفرضوا عليا تركتي حتى ما نشري لهم السقاطه شي حاجه في الدار هي ما كاين. داك السقاطه قالعتهم منهم ماشي قالعتهم بصفه نهائيه كنجيبوا لهم، ولكن ماشي هما اللي تركتني يتحكموا فينا فهمتوا الطفيلات. هذا ما كان حربلتهم بحال هكا فرشت هذاك الكاط الزبده الطاوات وحربلت هادو عطاوني 5 هذا السيقات ديال الفقاص. قبضت بيضه كامله خبطتها ما درتش صفار البيضه، قبضت قلت بلاتي ندير البيضه كامله خبطتها مزيان مع واحد الساشيه ديال القهوه ديال نسكافي، وقبضت هاد الفقاص وقبضت واحد الكوطون ديال السنين وهرتو مزيان. عندكم كوطون ولا براء تهرتوها مزيان عندني ندهن هاد الفقاص لين ندهنو المره الاولى ولا نعاود له المره الثانيه باش يدهن مزيان، باش الا درت دوك الخطوط يبانوا دوك الخطوط فيه صافي. ولا ندخلو على الفران بارد، الفران الله تشوفوني نطرح يدي فران بارد. المهم وهذا الصفار البيض ولا باطل البيضه كامله راه فيها النسكافي راني لين نستهلكها. المهم داك الشوي اللي بقى مالين نكبو لا نوظفوا شي حاجه ثانيه. انا دائما هاد الخطوات كنديرها بحال هكا كنت دايره الكورس ولا كنت دايره بحال هكا الفقاص ولا بحال هكا في رمضان كيشيط لي داك الصفار البيض. شتو الفران بارد قديت عليه الفران ولا نخليه كيف قلت لكم. ها هو هذا اللي شاطلي، هذا هو اللي شاطلي قبضت له هذا مايزينا وشويه من دقيق الزرع ولا نديرو تبريمه يا الطفيلات. دائما راني فت شاركتها معكم في واحد رمضان ملي كيشيط لك بحال هكا الصفار البيض اما ديروا تبريمه الا كانت فاصله في التبريمه ولا نديرو ماسك نستهلك بلا ما نهلك بلا ما هذاك الشوي نكبو في لابابو نضيعو نديرو ماسك طبيعي لجلدي. المهم كنضرب عصفورين بحجره واحده، قديت به الغراض وفي نفس الوقت ندير به الماسك شويه هاك وشويه هاك ما نساو روحنا. المهم هاد الدقيق والفينو جابوا لي من خيمتي رديتهم بلاصتهم. شتو الطفيلات درتو انا تبريمه اصلا فاصله في تبريمه. المهم حدي واقفه عليه لا مشينا نطيب لهم الكسكروط نطيب لهم المسائل ونسى راسي المهم راه محدد الفقاص كيطيب درت تبريمه وبرمت جلدي تبارك الله ما شاء الله. قعد الجلد بهذيك اللحظه كيتلامع اصلا فاصل جلدي في التبريمه بشحال هذه التبريمات الطبيعيين ما تليش كنديرهم. كندير غير هادشي ديال المنتجات ديال اوريفلام الحقيقه واعرين. هاد
المقشر ديال اوريفلام ديال ميرك هاني وديال بروسكين ديال الوجه وكلشي واعرين الحقيقه. يا غير الحقيقه توحشت هذا الشيء ديال الطبيعي. قلت بلاتي ما نضيع هذا، ندير التبريمه تبارك الله كيخلي جلدك يتبارك. هذا ما كان الطفيلات. صافي ملي كيطيب لي الفقاس داك اول طيبه مباشره كنقلعو وكندير عليه واحد الزيف الى الصباح. هون هذا المقطع ديال تقطع الفقاس التمحالي. المهم كيخرج الفقاس مخرج زوين واعر. تبارك الله ما شاء الله. مني قطعته راني قطعته طيبته قلت انا من عملت له الطيبه الثانيه. هون لين ندير معكم المقطع اللي طيبت فيه الفقاس الحقيقه وتقطع تمحالي. ما بغاش ما بغاش يتصايب لي ودرته في التليفون الثاني اللي فيه الواتساب. ما بغاش يمشي لي من التليفون للتليفون. المهم كلشي اللي تشوفوه في اخر الفيديو مني غنكملوا جا زوين واعر. الفقاس بات القريشلات اللي عندي هون. عندي واحد الزبده ديال مالغالين، عندي زلافه ديال السكر سنيده، وعندي زلافه ديال الزيت وبيضه واحده، والزرارع عندي كوتشاره ديال هذوك الزرارع النافع وحبه حلاوه، وعندي هنا واحد الزلافه صغيره قولي تقريبا شي كاس ونص ديال الجلجلان حتى هو مصهده. هنا راني الله صهدته وطرحته في هاد الجويرات سخون هو يعرق عليه الجيره. المهم وقبيصه ديال الملح. انا دائما في الحلويات واحد القبيصه ديال الملح كنديرها. كنخلط هذيك الزبده مزيان مع هذاك الزرارع طرحتهم هون سخون. ذوبوا لي شويه الزبده ساعدوني في هذيك الزبده، ودرت واحد الكوتشاره ديال هذوك الزرارع مطحونين صافي. وعندي جوج خمارات، وهنا زدت زلافه. هذيك الزلافه اللي كعبرت فيها السكر السنيده والزيت عبرتها الزلافه ديال الماء صافي. وكندخل الدقيق تدريجيا. واخر شي اللي ندير هذوك جوج ساشيات ديال الخميره الحلويات صافي. ولا نجمع العجينه كيف الفقاس خاصها ما تعودش قاصحه قباله. المهم تعود رطبه ولينه صافي. ومنين غنكمل من هنا نجمع العجينه الحقيقه لا نمشي للسيجور ولا نطرح بيا انني اللي يعاونوني وليداتي فرحانين بهاد القريشلات وزين عندهم القريشلات. وفي نفس الوقت القريشلات كيبغوا المعاونه، راه كيبغوا المعاونه ماشي بحال الفقاس ديريه وحدك. القريشلات خصها كيبغوا اليدين. المهم مشينا للسيجور طرحنا في الميسه تحت. يعاونوني منياتي الله يخليهم لي. وحده كتحربل وانا كنقطع، ورحاب كتستف كتنظم في البلاطو ولا باطل في الطاوات صافي. كنطيبهم هون كنطيب اللي طابت في فران الدار فران باطل الدوره هما فين ما تروح شتوه طرحته حدايا. اللي كطيب لي كنحيدها ما كيتساواش فيه الطياب صافي. بقى لي واحد الحبات قليلين قلت بلاتي ندير فيه الكعكس فيوي. هذا هو الطرصاف الكعكس فيوي اللي يديروا صحراويه الطرصاف. المهم بقى لي واحد الوحدات الاخيرين قلت بلاتي كاع ندير كعكس فيوي واخا ماشي حاجه متقونه، ولكن المهم الكعكس فيوي كيديروا غير اهلو الحقيقه. كيديروا لا السفيويات بالفران ديال الزنقه نعم سيدي وبالماكينه ديالو وكلشي يا غير. المهم بنادم يتفنن وتوف صافي. قبضت هذاك النتاف ديال الحلويات ديال اللوز بحال هكا ديك حلوه اللوز صافي. ودرت هاد الحبات الحقيقه والله الا جاو هشاش بحال دايرتهم في الماكينه. يا غير الكعك كيبغي الحقيقه الاهلو اللي عدلو ما هم كيبغي الفران الزنقه هي الاولى. كيبغي الفران الزنقه كيبغي ديك الماكينه وكيبغي مولي النتاف يعود نيت كينتف مزيان ماشي بحال هذا الصغير صافي. هذا ما كان مهم. وهاد القريشلات كيجيو هشاش واعرين. لين نصور معكم دريك واحدين اللي نفرتتهم معكم كيجيو هشاش ماشي قاصحين تشوفوا الماء فيهم تقولوا عنه قاصحين، العكس جاو هشاش تبارك الله ما شاء الله ومقرمشين وهشاش وزوينين.
صافي هذا ما كان، هذا هو الفيديو. النهار الثاني صورت معكم الفيديو ديال الحفله ديال ولدي. يا غير تليفوني في هذيك اللحظه تبلوكا لي، ما بغاش يصور لي عمر. المهم صورت لقطات من الحفله. ها هو الكعك الصحراوي. شفتوا الكعك الصحراوي؟ المهم قالك اللي درت المعم مشى ياكلوا ولادها، والله الا فرحوا به التركه، قالوا لي تمي دير لنا لا الكعك، شريت راسي الخدمه والله. المهم شفتوا هاد القريشلات، شفتوهم تبارك الله مقرمشين تبارك الله ما شاء الله وهشاش. شفتوا انا اللي فرتت راه ما نزرقوا ولا نرفدوا في في كف ايدي وناكلوا. هذا هو الشكل النهائي. هذا الفقس بحال الجاء رطب وهشيش حتى هو وزوين، واللوز اللي فيه مقرمل وزوين، ماشي زرق، ماشي زعما زرق بحال مرقد في الحليب، واعر. وهذا هو القريشلات اللي جيتكم بهم. هذا هو الفيديو، ان شاء الله تعود وضح لكم المقادير وطريقه التحضير. ونهار الثاني كيف قلت لكم انا كنت باغيه نصور معكم الحفله اللي دايرين المدرسه عبد اللطيف الروض. المهم هذا هو الروتين ديالي، درت البطبوط وفي نفس الوقت دائما كندير الخبز ديال الدار وفي نفس الوقت البطبوط. كنت بغي نصور معكم يا غير التليفون يعمر. المهم هاد الكيكه انا درتها للتركتي، اما الكيكه الثانيه داتها منتي قلت لها غير سيري سبقيني انتي وخوك للمدرسه يعني نكمل هنا. درت الكيكه لتركتي في الدار وجمعت الدار وغسلت الماعن حداني مشيت للمدرسه. هادو الاخوات هذوك كل وحده اش دارت من الامهات. المهم قالت لنا المعلمه كل وحده اش تجيب، اللي جاب الحليب، اللي جاب العصير، اللي جاب، المهم اللي جاب الكيكات. تفنوا الحادقات كلها جابت اللي يربيهم ان شاء الله. خطينا نهار زوين، والحقيقه انا منين جيت المهم نشطوا التركه فرحوا، وقلت لها حتى حنا ضروري نشطوا ونحيدوا ديك الطاقه السلبيه. ها هي شي من القريشلات ديتهم، وهذيك الكيكه المسطوبه هذه انا اللي صايبتها. صافي هذا هو الفيديو اللي جيتكم به. ان شاء الله نعود خفيفه ظريفه على قلوبكم. ولا عجبكم الفيديو لا تنسوني بجيم وبارطاج وتعليق زين من عندكم، وني بكم الى فيديو ثاني ان شاء الله.